السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم في قناة أنس. جيتكم اليوم ببعض الاقتراحات. اليوم راح نجهزوا مع بعض لي كرواسون مالحين ودجاج محمر في الكوشة مع الخضرة. المهم نجوزوا لامارينات تاع الدجاج، يعني عندنا دجاجة هكذا الحجم اللي حبيتوه. بعد ما نقيوها بطبيعة الحال ونديروا لها القارص والملح، وعارفين كيفاش نقيو الدجاج كاملين. المهم نحكمو نديرو لا ماريناد ديالنا. تقدروا هذه التتبيله تستعملوها، يعني ماشي شرط تكون دجاجه هكذا على حالها، تقدروا ديروا الفخاد ولا الصدر ولا يعني اللي عندكم ماشي اشكال. عندنا علبه تاع الياغورت ناتور ولا الزبادي الطبيعي، نحتاجو تقريبا واحد 3 ولا 4 فصوص تاع الثوم. نحتاجو تاني بالنسبه لي زيبيس، عندنا فلفل كحل اللي بزار، يعني ملعقه صغيره، كل شيء شويه شويه ماشي بزاف. سكنجبير، الكركم. شتو الملعقه اللي راني ندير بها، يعني ملعقه صغيره ماشي كبيره بزاف. لهنا نحتاجو ملعقه تاع الكمون. الكمون يعني في الدجاج محمر حاجه بالنسبه لي اوبليغاتوار. لهنا كما راكم تشوفوا عندي صوص الصويا ولا صوص الصوجا، يعني تقدروا تستغنوا عليها ماشي اوبليجي، يعني درت غير خوية رقيق هكذا ولكن يعطيها طعم مليح. لهنا نحتاجو ملعقة كبيرة تاع لا موطارد، انا لابواط خلصت لي سيت هبط كامل واش كان فيها. المهم نتوما ديروا ملعقة كبيرة تاع لا موطارد. نحتاجو عصرة تاع القارص باش تجي الدجاج ديالكم يعني يجي طايب ويجي فتي من الداخل، يعني تتبيله فريمون رائعه. جربوها وقولوا لي يخرج لكم الدجاج فريمون يخرج بنين وما تشبعوش منه الصراحه. جا فريمون جا هايل. لهنا الملح شويه بزايد، راكم عارفين الدجاج يحب الملح. لهنا عندي درت ملعقه صغيره تاع الهريسه ولا الحار، غير باش تجي البنة. هذا ما كان. لهنا بالنسبة للأعشاب درت الحبق والزعترة. الزعترة مجففة، لا كانت عندكم زعترة يعني فريشكة من الأفضل. لما كانش عندكم، أنا ما كاش لهنا زعترة ما نلقاهاش بزاف، الوغ عندي زعترة مجففة تعطي طعم روعة روعة للدجاج محمر. هي والكمون يعني يمشو بزاف مع الدجاج محمر. فوالا نسيي نحك هكا بيدي باش يخرج كامل هذاك يعني تفتتو كامل. المهم لهنا عندي ملعقه تاع زيت الزيتون ولا الزيت العاديه ماشي مشكل. نخلطوا هاد المكونات كامل مع بعض ونمارينيو هذيك الدجاجه ديالنا. الا كان عندكم الوقت، يعني هاد لامارينات من الافضل يعني تحضروها من قبل، سواء ديروها في الليل وحتى الغدا باش تطيبوها، سينو ديروها الصباح والعشيه طيبوها. يعني اقل شيء ساعه تقعد في لامارينات باش تجيكم بنينه، ويعني هذاك التتبيله تدخل كامل في الدجاج. كما راكم تشوفوا فيا راني نحاول نثقب هذاك الصدر ديال الدجاجه، ونحاولوا نطاليو كامل هاد المكونات فيها. لهنا قطعت لكم الخدمه اوبليجي باليد، يعني الغرفه ما تبردلكش على قلبك. كما راكم تشوفوا لهنا عندي حبات تاع الجزر. خيروا الجزر هذيك اللي تكون رقيقه، لا كانت عندكم كبيره يعني قطعوها بهذا الشكل، ولا كان عندكم هذيك الجزر الصغيره كامل يعني تخرج هايله تجيكم بنينه بنينه. انا بعد ما تبلت الدجاجه حكمت هذاك الجزر درته في هذيك لاماريناد اللي بقات لي، ويعني تبلته معها وخليتهم. انا درت هذا الشيء كامل الصباح والعشيه طيبتها. فوالا بهذا الشكل نحطوا نستفوا هذاك الجزر داخل البيركس ولا الصينيه اللي حطيبوا فيها، ونحطوا الدجاجه من الفوق. انا راح ندخلهم للفور. يعني هاد الدجاجه درتها مع الجزر كما راكم تشوفوا. عندي من جهه واحده اخرى حكمت البطاطا، خيرت الحبات اللي يكونوا صغار. الا كانوا عندكم الصغار بزاف يكون من الافضل تحكموها تغسلوها كاريمون وترموها معها ديريكتومون هكا طيب. الا كانت عندكم كيما ديالي شويه كبيره، حكمتها نقيتها مليح ودرتها داخل قدره تغلي، يعني غليتها بشويه تاع الملح فقط. غليتها غير بشويه تاع الملح، مور لي طابت لي مليح حكمتها يعني قليتها في المقله.
هذه في الوقيت اللي كانت الدجاجة تقريبا طايبة، يعني حتى الدقيقة التالية باش اللي غليتها وقليتها مور اللي طابت لي وكامل. بعد ما قليتها يعني راني نسرع لكم في لي زيتاب يعني اللي درتهم باسكو ما صورتهاش هذيك المرحله تاع البطاطا. بعد ما قليتها وكامل وكانت الدجاجه ديالي طابت وحمرتها يعني مليح، بعد ما طيب نعريوها باش تتحمر. هذاك الوقت درتها مع لاصوص اللي تلقوا الدجاج وكامل، زادت شربت من هذيك التتبيله. واش نقول لكم، جات فريمون بنه وتحفه. لهنا كما شفتوني الدجاجه قلبتها، من الافضل ديروا السدر لتحت باش يطيب لكم. بالنسبه للماء انا ما درت لهاش يعني الماء من غير هذاك يعني اللي بقى في البول هذاك اللي درتو، يعني حرحرتو تقريبا واحد 2 مغارف ولا 3 تاع الماء برك باش ما يضيعناش، ودرتو داخل فوسمو ودرتو في البيركس مع هذيك الدجاجه. نغطوها بورق الزبده ونزيدو بابي الومنيوم وندخلوها داخل الفور، يعني نعطوها وقت حتى ونطيب في غردها. هذاك الوقت كي تجوز تصيبوها طابت، البطاطا ديالكم تكونوا قليتوها ترموها معاها ودهنوها دهنه خفيفه من الفوق مع ملعقه تاع الموتارد وشويه تاع الهريسه وشويه تاع الزبده وتخلوها تتحمر. هذا ما كان. بالنسبه للكرواسون اللي درناهم، عندي لهنا كاس تاع الماء، الكاس اللي يرفد 250 مليلتر. سبق لي وشاركت معكم الكرواسون مالحين وحلوين. لهنا درت ملعقه تاع الخميره الخبز، نحتاجو تاني نصف ملعقه تاع السكر. نزيدو نديرو 2 مغارف تاع الفارينه، 2 مغارف ولا 3 المهم تاع الفارينه، ونخلطوا هاد المكونات ونخليهم يعني يخمروا قبل ما نكملوا المكونات اللي بقات لنا، يعني جوست باش نوجدوا هذيك الخميره الاولى باش ما تبطاليش، ومن بعد باش يتخمروا لي يعني في ساعه ما يتعطلوليش. كي ديروا هذه المرحله دائما العجينه ديالكم تم تخمر لكم، ما تاخذ لكمش وقت كامل. انا دوك نخلط هذه المكونات كما شفتوني، درت كاسمه ملعقه تاع الخميره، نص تاع السكر، وملعقه تاع الفارينه تقريبا 3 ولا 4 مغارف. غطيته وخليته حتى وين تفاعلت مليح، ومن بعد نرجعو نكملو المكونات اللي بقات لنا. هذه المرحله تقدروا ديروها حتى في الخبز ولا اي معجنات كانوا عندكم باش تربحوا الوقت، ويعني تتخمر لكم العجينه يعني دغيا هكذا تخمر لكم. نغطيوها ونخليوها لهنا كما راكم تشوفوا. بعد ما تفاعلت شوفوا هذوك الفوقات اللي دارتهم، وشوفوا عندك شغل طلقت الخيوط وكامل. لهنا في هذه الاثناء نكملوا المكونات اللي باقيين، اللي هما عندنا حبه تاع البيض. نخلطوا هذيك حبه البيض يعني مع الخليط اللي عندنا، نحاولوا يعني نحلوا هذيك حبه البيض. لهنا شوفوا الزبده شحال درت، مارغرين تكون طريه، درت تقريبا 2 مغارف كبار تاع المارغرين تكون طريه. وعندي 4 كاس تاع الزيت كما راكم تشوفوا، 4 كاس تاع الزيت، ماشي نص كاس، 4 كاس تاع الزيت، تقريبا واحد 2 مغارف كبار تاع الزيت مع 2 مغارف تاع الزبده. نحاولوا نخلطوا هاد المكونات مع بعض. الزبده من الافضل تكون طريه باش يعني في ساعه تخدم لكم. دوكا نضيفوا الفارينه، يعني حاولت نكيل لكم ولكن ما كانش عندي الوقت، الوغ زربت عليها وما عرفت شحال يعني بالضبط شحال درت تاع الفارينه. نحطوا الفارينه عندي لهنايا 5 غرامات تاع خميره الحلوى، ونضيفوا الملح بطبيعه الحال. ما نسوش الملح، الملح ما تكتروش باسكو حنديروهم مالحين، ولكن ما تكتروش باسكو راح ندير لهم لافارس غير بالفرماج، الوغ الفرماج يعني يكون شويه مالح، ما من الافضل ما تكتروش الملح. كما شفتوني درت غير شويه تاع الملح برك باش ما يجوش صامتين. والحشوه ترجع لكم، يعني تقدروا نتوما ديروا واش حبيتوا الحشوه على حسب الرغبه. انا اليوم فضلت، ما كانش عندي الوقت في الحق، ودرت الحشوه غير بالفرماج يعني بالجبن. درت غير الغويير. هذا ما كان، وانتم لكم الاختيار، تقدروا ديروا اي حشوه عندكم.
فوالا. انا دوك نطم العجينه، من الافضل تكون طريه بهذا القوام. نغطيها، نطمها برك ما عادش تتعجن، نطمها ونغطيها ونخليها حتى وين يضاعف الحجم ديالها. لا انا خياتي بعد ما تضاعف الحجم ديالها نديكازيوها ونعملو بحال الحربوش، ونقطعوه على 8 قطع، يعني نديرو 8 كور. يعني نتوما قطعوه بالشكل اللي يريحكم، تقدروا يعني توزنوهم باش يكون الحجم متساوي. انا قطعتهم على 2 ومن بعد على 4 ومن بعد على 8. وحاولت من بعد اللي كبيره نقص منها وصايين نعمل دي بولات ونخدم ديريكتومون، يعني ماكوش محتاجين تروبوزيوها ولا بعد هذه المرحله نخدمو ديريكتومون. من جهه اخرى نوجدوا المايزينا باش نديرو هذوك التوريق. وعندي 100 غرام تاع زبده التوريق، 100 غرام خاصه بزبده التوريق. يعني هذوليك خواصون ما حش يرفدوا لكم بزاف الزبده تاع التوريق. عندي غير 100 غرام تاع زبده التوريق. ولا كان ما عندكمش تقدروا يعني تستعملوا الزبده العاديه، ولكن راكم عارفين الزبده العاديه ماشي كما زبده التوريق. مالغري المهم الفيتاج هذاك ما يجيش بحال الزبده الخاصه. وميم طون الكو ديالها يعني يجي شويه مبدل، باسكو تجيكم شويه بحال اللي ميدومه. هذا هو الفرق يعني ما بيناتهم. ولكن تقدروا تستعملوها، وانا موالفه نستعمل الزبده العاديه، ما كاش ديفيرونس كبير ولكن تحس بذاك الفرق. المهم نبداو نحلو يعني الكور وحده بوحده بالمايزينا، يعني نحاولوا نحلوها هكا نعطوها شكل دائري. ومن بعد كل وحده يعني نحلها ندير لها، نكون ديجا مرمدتها بالمايزينا، ونحاولوا ندير لها زبده التوريق هذيك اللي كنت مذوبتها. نحاول ندير بيدي باسكو بالمغرفه ما يعني ما تمشيليش مليح، ومن طون تمتم شتو تنشف يعني تجمد. صافي نخدم هكا بيدي، يعني كل وحده نديرها نحطها فوق خوتها وندير نفس العمليه حتى نكمل الكرات ديالي كاملين بهذه الطريقه. والصوره راهي يعني الصوره هي واضحه. فوالا لهنا خياتي كما راكم تشوفوا، هذه يعني الدائره ما قبل الاخيره. نديروا فيها الزبده ونزيدوا نرشها شويه تاع المايزينا ونحطوا الدائره الاخيره. الدائره الاخيره من الفوق ما نديروش الزبده، ونبداو نحلو فيها. يعني تجيكم سهله في قلت لكم تجيكم سهله يعني في الحلان ديالها، يعني بطريقه سلسه باسكو العجينه فريمون طريه. يعني في الاول تبداو تحلو فيها بيديكم، بعد تحلوها كاريمون بالحلال حتى وين يعني ترقوها مليح بطبيعه الحال تجيكم رقيقه. يعني والصوره راهي شارحه، روح شوفوا يعني القوام تاع العجينه تلمو ناجحه وشابه. شوفوا كيش راهي تتحل يعني فاسيلمون باليد برك تتفتح. انا البلاصه اللي كنت نخدم فيها فريمون ضيقه، وهذيك الدائره كانت كبيره بزاف، ما عرفتش كيفاش نصور لكم. المهم حاولت يعني نحلها تري بيان باش تخرج رقيقه. ودوكا نجوز باش نقسمها. نتمنى تكون الصوره واضحه، يعني بلاصه المضيقه ما صورت لكمش مليح. نقسموها على 4 ونزيدو على 8 ومن بعد على 16. يعني كل دوكا نقسمها على 4 ومن بعد كل مثلث على 2، ومن بعد كل يعني واحد نقسمه على 2 يخرج لنا المهم 16 مثلث. فوالا. نتمنى تكون الصورة واضحة.
بالنسبة للحشو، الحشوة كما قلت لكم انا حندير حشوة، ما حندير لها غير الفرمات جبن عادي، وانتم تقدروا يعني لكم الاختيار ديروا الحشوة اللي حبيتوها. لهنا كما راكم تشوفوا بعد ما درنا يعني 16 مثلث، دوكا كل مثلث نديروا له شق تقريبا واحد فيه واحد 2 سنتيمتر، هذا مكان لتحت. ونبداو يعني نحشو فيهم ونروليو لي كرواسون ديالنا. انا تلمو درت لهم جبن جريير، يعني ماهوش طري، راكو عارفين القوام ديالو يجي يابس حتى وين يذوب بالحراره باش يذوب. صافي درتهم ديك كرواسون هكاك يعني لويتهم، وما درتش الشكل تاع الهلال، خليتهم يعني هكاك بشكل طولي كما راكم تشوفوا. يعني الطريقه ديجا سبق لي وريت لكم، نلويوهم ونسيو الراس تاع المثلث نجبدوه شويه باش يخرجوا عدد الطويات، يعني ملاح يكون بزاف فيها اللويات، فوالا بهذا الشكل. ونكملوا كامل الحبات اللي عندنا بهذه الطريقه. لهنا ندهنهم من الفوق بصفر البيض، وندير لهم شويه تاع الجلجلان، ونخليهم حتى يضاعف الحجم ديالهم. الفرن مشعل على 180 درجه حتى وين يطيبوا مليح ويتفشفشوا. هذاك الوقت نخرجهم وتشوفوهم. لهنا كما راكم تشوفوا خرجت الصينيه الاولى، هاوليك الشكل ديالهم يخرجوا، شوفهم مقرمشين، يعني راهي الصوره واضحه. شوفوا كيش يخرجوا مقرمشين، يعني يخرجوا خفاف، وخرجوا فريمون، وخرجوا بنان، وخرجوا فريمون خفاف. فوالا هذا هو الشكل ديالهم. يعني لهنا كنت خرجت غير الصينيه الاولى. بالنسبه للدجاج محمر اللي حمرناه، شوف الشكل ديالو، شهيتكم في الجنه، خرج روعه، وخرج هذاك الدجاج فريمون فتي. البطاطا كما قلت لكم كنت غليتها وقليتها وزيد درتها مع داك الدجاج، زادت شربت من هذيك لاصوص اللي كانت فيه. الدجاج بعد ما طاب درت له هذاك لاموطارد مع شويه تاع الهريسه مع الزبده وحمرته كما راني نوري لكم مرافق الرسمي اللي هو المحل بما يخطينيش. لهنا الصينيه الثانيه كما راكم تشوفوا راني جبدتهم. هذا هو الشكل ديالهم كيفاش يخرج، يعني يخرجوا هايلين وخفاف وينداروا يعني في وقت وجيز، ما ياخذوش بزاف الوقت. لهنا نقول لكم خياتي تهلاو في روحكم وصحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه